بالفترة الأخيرة تداول الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد درامي على أساس أنه مشهد ترويجي أطلقته قناة العراقية لحث الشباب على عدم الهجرة. حقيقة هو هذا الموضوع مو صحيح. هذا المشهد هو من مسلسل عراقي اسمه حب في القرية. في القرية بالضبط يعني. خلينا نشوف المشهد. كسائح مولع باكتشاف حضارات العالم وثقافتها، مو كلاجئ محصور بكمب ويعدون عليه حتى الانفاس يتنفسها، وامارس عمليه الشهيق والزفير بحريه مطلقه. رياض يعني بداية الهجمة كانت شديدة على ممثلي المشهد، واحد من عندهم هو الممثل أسعد مشاي. هذه كانت بدايات، لأن هذا المسلسل أصلا تصور بال2007، والممثل تطور أداءه كثيرا وشارك بأعمال عربية لاحقا، لكن هو انقص وانطرح بهذا التوقيت وهي موضوع الهجرة. احنا إذا نريد نهجم على الموضوع أول شيء خلينا نناقش النص. النص كم مرة نقال به كلمة رياض؟ احكي لك رياض، شو احكي لك؟ رياض 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 الغربة ضياع رياض. صحيح رياض الغربة حقيرة رياض، ذل الغربة رياض. تدري رياض صحيح رياض. قال رياض اوكي. يمكن اكو فد دلاله يريد يوصلها المؤلف. احنا ردنا نعرف يعني منو اشهر من كان اسمه رياض. لقيناهم بالوطن العربي كلهم بس 4، رياض عبد العباس، رياض الصنباطي، رياض احمد، ورياض الوادي. يعني على شنو 14 مره رياض؟ ثانيا اللغه اللي انكتب بها العمل غريبه. امارس الشهيق والزفير. انت عندك حريه تمارس الشهيق والزفير بالعراق؟ انا اللي اعرفه انه الحريه هاي باوروبا موجوده، تقدر هناك باوروبا تمارس الشهيق والزفير براحتك. انا هسه يلا عرفت ليش الرجال من يتعارك ويا مرته يقول لها خل اطلع اتنفس هواء، لان يريد يمارس الشهيق والزفير برا البيت يعني. زين اخ رياض، انت بديت المشهد ببرتقاله واحده، البرتقاله الثانيه وين نظامها يعني؟ على غفله صار من 2. وعجبتني جمله قلتها: الهواء بالعراق ماركه مسجله، بعد شهر العاشر ان شاء الله من راح تبدي العواصف راح تتاكد فعلا بانه هذا ماركه مسجله في العراق فقط. زين النص بنهايه المشهد راح لمنطقه ثانيه، يقول له احنا تعرفنا الاول بالطيب. منو قال لك هالحكي؟ الناس كل من طيبه. اكو واحد الطيبه كبيره عنده بقلبه، واكو واحد الطيبه قليله عنده بقلبه. واللي معروفين بالطيب هم المصريين، يعني يقول لك شعب عنده طيب كبير كلش. يعني انت لا تحكم احكام ما ادري شلون، بعدين تقول احنا بالخير فوق الناس. ليش فوق الناس؟ ليش الاختيارات بالمفرده؟ ليش فوق الناس يعني انا اصير فوق واحد ليش يعني؟ وعندي طيب كبير واصير فوق واحد، وين الموضوع ده يصير يعني؟ اكو مشهد ثاني هم نعرض، خلينا نشوفه. انا مسرور بجاي سعد وقرة عينك، وان شاء الله اعيش هنا بجالك وشوفك ويوميا قاعد وياك. احكي لنا منين جيت؟ من اللامكان. جيت من اللامكان؟ شلون جيت من اللامكان؟ يعني شلون يعني انت ركبت باللا سياره وشايل بجيبك اللا جواز اللي بيه لا فيزا، واحجزت باللا طياره ورجعت مره ثانيه؟ سعد احنا يا رادنا انا وياك فد قاعده كلش طويله حتى استوعبك وتستوعبني. نتطارح الهموم هما بهم. انت لازم تجي يمي. يمك؟ نعم. يمك وين؟ يمي هناك، وهذه هم متعه. نريد نفتهم من المؤلف فد شغله. يعني هو يعني رياض عفوا سعد سووا له هناك واجا هيك قافل. يعني شنو اللي صار له باوروبا بالضبط؟ شنو اللي فقده يعني؟ ما دا افتهم. بعدين هو حتى من دا يقول له تعال نتطارح الهموم، ترى الكلمه كبيره يعني، هذا التعبير ماكو غيره يعني.
نطرح الهموم. بعدين حتى سعد بنهايه المشهد قلق، قال له امشي تعال خل نروح. قال له وين؟ وين نروح يعني؟ قال له لا تمشي خله امشي. وين؟ هناك. شو تسوي هناك؟ كذا ياكله برتقاله وفد شيء يعني. على العموم نروح الفاصل. لك علاوي، لك علاوي لا تغادر، لك علاوي لا تذهب، لك علاوي لا كافي اوفر، انت اكثر من اصلك. كم علاوي قلت؟ تعرف علاوي هناك بالفاصل يحسبون عليك النفس، شلون تتنفسه. بس انا اللي عرفته ابوك قال لي انه انت تحب الفاصل. احبك سائح اكتشف معالم الفواصل، مو كلاجئ حقير محصور بالكامب. نو كم نو؟ انا شنو فكرتي تدري؟ انا فكرتي اخذك هسه للفاصل. يما تعرف هنا أنا علاوي على الهواء مباشرة اقدر امارس. شو تمارس لك؟ الشهيق والزفير عافيه براحتي. عافيه. انا شنو بالنا اخذك للفاصل. وين راح تاخذني؟ بالفاصل لا تخاف. هناك هناك وعندي برتقال. تعال نروح فاصل. روح خلينا نروح نتطارح.